المهمة ديالنا باش نعرفوا واش حنا بوحدنا في هذا الكون عمرها ما حبسات، ولكن اليوم دخلنا لواحد المرحلة جديدة، مرحلة حاسمة. في هذا الشرح غادي نركزوا على الأداة اللي ممكن تجاوب على هذا السؤال مرة واحدة وللأبد. وجدوا راسكم حيث البحث الأخير راه بدا، والنتائج ديالو ممكن تبدل النظرة ديالنا للكون كامل. ولكن قبل ما نبداو كاين واحد السؤال اللي أهم، سؤال ماشي علمي ولكن فلسفي. إلا بصح لقينا دليل على وجود حياة خارج كوكب الأرض، واش البشرية مستعدة نفسيا وحضاريا لهذه الصدمة؟ شنو اللي غادي يتبدل فينا ديك الساعة؟ فكروا فيها. باش نفهموا علاش هاد المرة مختلفة على اللي فاتوا، خصنا نعرفوا أننا ما بقيناش خدامين بنفس الأدوات. اليوم عندنا عقل جديد في الفضاء، واحد تحفة تكنولوجيا سميتها التلسكوب جيمس ويب. وهاد التلسكوب غير كل شيء، وغادي يورينا الكون كيف ما عمرنا شفناه من قبل. باش تعرفوا الفرق، جيمس ويب ماشي غير أحسن من هابل شوية، هو أقوى ب7 ديال المرات. تخيلوا بحال إلا كنتوا كتشوفوا بنظاظر عاديين وفجأة عطاوكم منظاظر كتقدروا تشوفوا بهم حتى الذرات. هذه ماشي مجرد خطوة لقدام، هذه قفزة هائلة في القدرة ديالنا على رؤية الكون. ولكن القوة الحقيقية ديال جيمس ويب ماشي هي أنه كيشوف بعيد وصافي. شوفوا هذه المقارنة، هابل كان كيشوف الكون بالضوء اللي كنشوفوه بعينينا، ولكن المهمة الأساسية ديال الويب هي يشوف بالأشعة تحت الحمراء، وهذا الشيء هو اللي كيعطيه واحد القدرة خارقة، يحلل الغلاف الجوي ديال الكواكب بعيدة بدقة عمرنا حلمنا بها، بحال يالله كيقدر يشم الهواء ديال عوالم أخرى. إذا الهدف تبدل، ما بقيناش كنقلبوا غير على كواكب، دابا ولينا كنصيدوا نيشان على العلامات اللي كتدل على وجود الحياة في الغلاف الجوي ديال هاد الكواكب. هاد العلامات عندها سمية علمية، البصمات الحيوية. ببساطة هي بحال البصمات ديال الصباع ديال الحياة. شي غازات معينة في واحد الغلاف الجوي يالله لقيناهم كيعنيو أن شي حاجة بيولوجية هي اللي كتصنعون. وشنو هي هاد الغازات؟ أهم 3 كنقلبوا عليهم هما الأكسجين والميثان والأوزون. كل واحد بوحدو ماشي دليل قاطع، ولكن إلا لقينا هاد 3 مجموعين في الغلاف الجوي ديال شي كوكب صخري غيكون عندنا دليل قوي بزاف. علاش؟ حيت الميثان والأكسجين كيدمروا بعضياتهم، يعني باش نلقاوهم بجوج خاص شي حاجة تكون كتنتجهم باستمرار، وهذيك الحاجة هي الحياة. وهذا الشيء ماشي غير نظريات وصافي، جيمس ويب ديجا ورانا أنه قادر يديرها. في واحد من أوائل الإنجازات ديالو قدر يحدد بشكل قاطع وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ديال الكوكب سميتو واسب 39b. هذا الشيء كان هو الإثبات أن التكنولوجيا خدامة. إذن هذه هي الصورة اللي كنحلموا نشوفوها في العناوين ديال الأخبار. تخيلوا معايا جيمس ويب كيوجه المرايات ديالو لواحد الكوكب وكيعطينا هذا الرسم البياني. شوفوا هاد القمم، نهار نشوفوا قمة واضحة ديال الأكسجين بحال هادي وحداها قمة أخرى ديال الميثان، ديك الساعة ما غيبقاش مجرد علم، غتكون بداية أعظم قصة في التاريخ البشري. والغريب هو أن جيمس ويب كيورينا حتى حوايج ما كناش كنتوقعوها، بحال كوكب GJ9827D اللي تصنف كعالم بخاري، نوع جديد تماما ديال الكواكب اللي الغلاف الجوي ديالو عامر ببخار الماء. هادشي كيوسع الخيال ديالنا على شنو ممكن نلقاو تماك. دابا بهاد القدرات الجديدة العلماء ما بقاوش كيضربوا في العمى، ولاو كيركزوا على أهداف محددة، كواكب اللي عندها أكبر احتمال باش تكون فيها حياة. واحد من أهم هاد الأهداف هو كوكب LHS 1140b. مؤخرا جيمس ويب قدم أدلة قاطعة كتقول أن هذا الكوكب ممكن يكون مغطي بمحيط هائل ديال الماء، وكيف ما كنعرفوا هنا في الأرض فين ما كاين الماء كاين إمكانية ديال الحياة. إذن الخطة واضحة، التركيز غادي يكون على هاد الكواكب الواعدة. عندنا LHS 1140b اللي مرشح يكون عالم ديال المحيطات، وعندنا LP8909C أرض فائقة كتبان في بلاصتها تماما، وولف 1069b جارنا طريب اللي كيشبه الأرض في الحجم. هادو هما أفضل المرشحين ديالنا في سباق البحث عن الحياة. وهذا الشيء كيجيبنا لواحد السؤال جدلي آخر، لنفترض أننا لقينا بصمة حيوية. هاد الحياة اللي غنلقاو واش غتكون مجرد بكتيريا في شي محيط بعيد، ولا ممكن تكون شي حاجة أكثر تعقيدا، ممكن تكون حضارة متقدمة؟ النقاش مفتوح. رحلة البحث ديالنا قاطعت أشواط كبيرة بزاف، من مجرد تأملات فلسفية ولينا اليوم على وشك طرح السؤال الأخير والأهم في التاريخ. شوفوا معايا هذا الخط الزمني. قبل 30 عام فقط ما كنا نعرف بوجود حتى كوكب واحد خارج المجموعة الشمسية ديالنا، زيرو. اليوم العدد المؤكد فات 5500.
داكشي اللي كان خيال علمي في جيل واحد ولا حقيقة علمية في الجيل اللي مراه. وهذا الشيء هو التغيير الجذري. السؤال ديال واش حنا بوحدنا ما بقاش مجرد سؤال كيطرحوه الفلاسفة والشعراء. اليوم ولا فرضية علمية حقيقية، عندنا الأدوات باش نختبروها وعندنا الأهداف باش نوجهوا ليها هاد الأدوات. وفي الآخر السؤال كيطرح نفسه على كل واحد فينا. تخيلوا ديك اللحظة، الصحف، التلفازة، الانترنت، كلهم كيعلنوها بصوت واحد: لقينا الحياة خارج كوكب الأرض. ديك الساعة كيفاش غتكون ردة الفعل؟ فرحة؟ خوف؟ ولا ربما لا مبالاة؟ ولكن حتى يلا لقينا حياة، كاين واحد اللغز كبير كيتسنانا، وعاد اللغز كيتسمى مفارقة فيرمي. إذا كان الكون شاسع وعامر بالنجوم والكواكب، وإذا كانت الحياة ممكن تظهر بسهولة، فين هم الآخرون؟ علاش هذا الصمت الكوني الرهيب؟ هذا السؤال هو الظل اللي كيبقى تابع كل اكتشاف جديد. اللغز كنخليه لكم تفكروا فيه.